شوفوا البوست اللي جاي ده بقى، واحد طرقع للأنبا بولا بيقول ايه: ويبقى السؤال عن عاطف كامل يعني، او الكثير من الأسئلة التي نتوجه بها الى نيافة وهيافة وسماجة ووضاعة نطاعة الأنبا بولا مطران طنطا. ايه الرصة دي كلها؟ اول نقطة: هل ايها الثعلب الشرير محتكر السبوبة الاحوال الشخصية، هل حسبت الاستاذ عاطف بنفس التسعيرة المعتادة 50,000 جنيه عن كل طلاق، ولا عملت له تخفيض في الطلاق التاني؟ صحيح يا انبا بولا، يا ترى انت كنت حسبته ازاي؟ يعني بما ان هو كان خاطب الثالثة ولسه هنعرض الكلام، المسيحيين نفسهم هم اللي بيقولوه. يعني انت حسبته على الاولى بسعر 50، طب الثانية مش بيبقى فيه ديسكاونت او اللي هو ده انا زبونك وبتاع؟ صح يا انبا بولا ولا انت اوعى تكون زعلان من كلامي؟ ده هم اللي بيقولوا والله، مش انا بقرا بس. ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل. انتوا بتسفوا اموال الشعب المسيحي، عشان كده المسيحيين بقوا مكبوتين منكم. رقم 4: كم الف شابه وشاب حياتهم اتدمرت حرفيا وعايشين في جحيم حقيقي حتى اللحظه، لانهم ببساطه شديده ما كانش معاهم ثمن الطلاق لما كنت وربما ما زلت فاتح جيبك ودرج مكتبك على البحري. اللي انت بتقوله ده يا فندم ده المفروض ما توجهوش للأنبا بولا، ده توجهه ليسوع، لان يسوع هو اللي قال كده. كون ان هم بيتحايلوا على كلام يسوع هم وحشين، بس الاصل يسوع والله هو اللي قال لنا ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني. هنعمل ايه طيب؟